إطار تجسيد استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتطوير قدرة التخزين، شهدت ولاية ميلا خلال الموسم الفلاحي الجاري دخول 6 مراكز تخزين جوارية جديدة حيز الخدمة استلمتها تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية ميلا تزامنا مع حملة الحصاد والدرس. هذه المنشآت الجديدة أسهمت بشكل مباشر في تقريب خدمات التخزين من الفلاحين والتقليل من مسافات نقل المحاصيل، ما انعكس إيجابا على تسريع وتيرة استقبال الحبوب وتقليص مدة حملة الحصاد والدرس إلى فترة وجيزة، مع الحد من الضغط على مراكز التجميع الرئيسية. وتندرج هذه المكاسب ضمن السياسة الوطنية الرامية إلى عصرنة قطاع الحبوب ورفع قدرات التخزين وتحسين مرافقة الفلاحين، بما يضمن المحافظة على المنتوج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي. نحن على مشارف نهاية حملة الحصاد والدرس لموسم 2025-2026، وهذا فوتنا موسم حصاد ودرس بامتياز بدون طوابير بدون مشاكل، وهذا الفضل يعود إلى سياسة رئيس الجمهورية اللي أرفع من قدرات التخزين لهذه الولاية. واستفادت الولاية من 6 مخازن جوارية تتمثل قدرة تخزينهم 200 ألف قنطار، وهذا مما أعطى سلاسة وأريحية لدفع المحصول وحمايته من التلف. ولاحظنا السعادة تغمر جميع منتجي الحبوب والبقول الجافة لهذه الولاية منها استفادة من هذه المخازن الجوارية التي تعتبر اسم على مسمى، وهو تقريب مخزن المحصول إلى حقل الفلاح. وبالتوازي مع تطوير الهياكل والمنشآت، تعمل تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية ميلا على تشبيب إطاراتها من خلال تدعيم مواردها البشرية بكفاءات شابة قادرة على مواكبة التحول الرقمي وتحديث أساليب التسيير، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع من مردودية المؤسسة. نرحب نحن ممثلي تعاون الحبوب وبقول الجافة وكرئيس مركز الجواري التخزين الوسيطي لبلدية عين ملوك. قمنا باستقبال المحصول في ظروف جيدة، وقد قمنا باستقبال 64 ألف قنطار، أي أكثر من القدرة الاستيعابية للمركز التي تسع إلى 50 ألف قنطار. استثمارات ميدانية وبشرية تؤكد التزام الدولة بمواصلة دعم القطاع الفلاحي وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح موسم الحصاد والدرس.